السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفطائر او السندويتشات اللي مالحين كيجيو بواحد الحشوه اللي اقتصاديه وسهله، والعجينه كذلك ديال الحشوه ديالنا اللي كتجي خفيفه جدا وسهله وسريعه وما كتطلبش معنا المجهود بزاف. كتكون قطنيه وخفيفه، والحشوه كذلك اللي غادي نستعملوا في هذه الفطائر ديالنا كتكون سهله واقتصاديه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، انا اكيد ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير باش غادي نصايبوا هاد الفطائر ديالنا ان شاء الله. غادي نحتاجو في العجين 3 الكؤوس ديال دقيق الفورس اللي كنستعملوا للحلويات، بكاس العنبه كما كتشاهدوا عبرت بكاس العنبه 3 الكؤوس اي 300 غرام. كذلك عندي واحد الملعقه كبيره ديال السكر حبيبات، ملعقه صغيره ديال الملح، وملعقه صغيره ديال خميره فوريه ديال الخبز. عندي كذلك ربع كوب ديال زيت نباتيه، ديال الزيت النباتيه غادي نستعملو. عندي كذلك كوب ديال الحليب اللي كيكون دافي، كوب ونصف اللي غادي نستعمل انا هنايا في هذا العجين. الحليب اللي غادي تستعملو كيختلف الدقيق من نوعيه لنوعيه، يمكن لكم تستعملوا كاس ونصف، يمكن لكم تستعملوا اقل او اكثر. المهم العجين ديالنا غادي نجمعوها بواحد الكاس ونصف ديال الحليب اللي كيكون دافي كما كتشاهدوا. العجين ديالنا غادي نجمعوه، كتكون العجينه مخففه وما قاصحاش في نفس الوقت، كتكون لينه وطريه كما كتشوفوا. غادي غير نحاولوا اننا ندخلوا المكونات ندخلوهم في العجين ديالنا، ندلكوها واحد شويه. هانتوما كتشوفوا العجينه ما كتكونش قاصحه بزاف، المهم كتكون لينه وطريه. غادي نغطيو العجين ديالنا بالسلوفان بواحد المنديل، غادي نخليوها تخمر لينا. بين ما غادي ندوزو باش نصايب معكم الحشوه اللي غادي نستعملو، اللي غادي نستعمل في هذه الفطائر. غادي تكون حشوه اللي ساهله وبنينه وفي نفس الوقت اقتصاديه وموجوده في كل بيت ان شاء الله. غادي نضيفوا من جهه اخرى قليل من زيت نباتيه، وعندي واحد البصله هنايا كما كتشوفوا مشلضه ومقطعه رقيقه جدا. هذه الفطائر ديالنا غادي نستعملوا فيهم انواع المكونات اللي غادي نستعملوا كيكونوا رقيقين بزاف باش العجينه ديالنا ما تقطعش لينا. وعندي كذلك هنا حبه ديال الفلفل الالوان اصفر واحمر، حتى هما مقطعتهم رقاقين بزاف. غادي نحاولوا اننا نخلطوا هاد المكونات ديالنا في المقلاة، غير كيطيحوا لنا واحد شويه وكيدبلوا كنطيحوهم واحد شويه فوق العافيه. كنديروا راس ملعقه ديال الملح. الملح كيبقى حسب الذوق، كذلك كاين اللي كيبغي الملح زايد وكاين اللي لا. وعندي راس ملعقه كمون، عندي راس ملعقه ديال الفلفل الاحمر اي بابريكا، وعندي القليل من الاعشاب المنسمه. هاد الاعشاب كيكون مخلط فيهم كلشي، الاعشاب كيكونوا زوينين. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا غير مع التوابل حتى كيدبلوا لنا هاد البصل وهاد الفلافل. هادو هما المكونات الاولى اللي غادي نحتاجو في هذه الحشوه. غادي نشحروهم مزيان فوق العافيه وغادي نوضعوهم جانبا حتى كتبرد لينا هذه الحشوه، من بعد باش نزيدوا المكونات الاخرى ديالنا للحشوه. من جهه اخرى غادي تكون العجينه هنا اختمرت لينا. صافي من بعد ما اختمرت غادي نفرغوا منها هذاك الهواء كما كتلاحظوا. صافي غادي نشكلوها على شكل بودان او هذا باغيطه طويله كما كتشوفوا. كنحاولوا اننا نسرحوها مزيان، وغادي نقسموا العجين ديالنا لقطع صغيره. انا هنايا غادي تخرج ليا هاد البودان ديالي، غادي يخرج لي 10 القطع تقريبا. غادي تكون العجين عندي متوسطه. هاد الكويرات اللي غادي نستعمل اللي غادي نشكل منهم فطائر غادي يكونوا بحجم متوسط. يمكن لكم نتوما ديروهم اصغر او ديروهم اكبر، هنا راه كبيبرين شويه نيت زعما ماشي صغارين بزاف. صافي كنشكلوهم على كويرات صغيره كامله حتى كنشكلوا العجين اللي عندنا بنفس الطريقه. كنحاولوا اننا نديروا كويرات صغيره. بغيتو تشكلوهم على حجم اصغر يمكن لكم تشكلوهم على حجم اصغر وغتعطيكم كميه اكثر، اولا تضاعفوا الا بغيتو كميه اكثر تضاعفوا المقادير ديال العجين ديالنا وديال الحشوه ديالنا. صافي كنساليو الكميه اللي عندنا. صافي غنرشوا قليل من الدقيق. غادي نوضعوا الكويرات ديال العجين ديالنا في صينيه وغادي نغطيوهم بالسلوفان وواحد المنديل، وغادي نخليهم غير جهد يرتاحوا لينا فقط باش ملي نبغيو نسرحوهم يطلقوا معنا. ماشي ضروري انهم غادي يختمروا، غير واحد 3 دقائق غير باش نزيدوا المكونات اللي غادي نزيدوا الحشوه ديالنا. هنايا انايا زدت واحد الفرماجه مثلث، يمكن لكم تزيدوا الى 2 القطع او 3 القطع اللي بغيتوا. انا هنا اكتفيت فقط بواحد القطعه ديال الجبن. هذا الجبن هذا كيعطيها واحد النسمه وكيعطيها واحد التعليكه زوينه وبنينه. يمكن لكم قلت لك كما قلت لكم ضعفوا الكميه. عندي هنا علبه ديال الطون غادي نصفيوها من الزيت، كذلك غادي نزيدوها على الحشوه ديالنا. يمكن لكم تضاعفوا الكميه ديال الحشوه او كتبقى لكم الحشوه اختياريه. هنا عاوتاني عندي واحد 2 قطع ديال البطاطا اللي قطعتهم رقاقين مربعات صغار جدا،
وقليتهم اولا ندهنهم بشويه زيت ونوضعهم في الفرن فقط. هاد الحشوه كتجي غير بوحدها تاكليها بدون فطائر، كتجي بنينه بنينه بزاف وبارده وصحيه وزوينه كما قلت لكم. تقدروا تزيدوا اي مكون بغيتوا اولا تستغنوا على اي مكون من هاد الحشوه اللي حضرت معاكم. انا فقط كنقول لكم افكار، يمكن لكم اي حشوه بغيتوا تستعملوا بدل الطون الدجاج، تقطعوه فقط الى قطع صغيره باش ما تقطع لكم العجين ديالكم، اولا اللحم المفروم اللي بغيتوا، ولكن الطون كيعطيها واحد المذاق وواحد النسمه زوينه. هنايا كان اول كره عندي ديال العجين، كنسرحوا العجين ديالنا كما كتلاحظوا كنسرحوه رقيقه، العجين ديالنا كنسرحوها رقيقه صافي، وكنوضعوا الحشوه ديالنا على هذه الطريقه هذه او على هذا الشكل هذا، وكنحاولوا اننا كنقفلوا العجين ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كي طريقه اللويزه مثلا او شكل اللوزه، كتجي زوينه في المنظر وفي الشكل عاوتاني. وكنحاولوا اننا كنضغطوا عليها غير شويه، كنبسطوها من الاعلى، ملي كنقفلوها كنحاولوا اننا كنضغطوا عليها كما شاهدتوا في الفيديو. وكنحاولوا اننا من الا درنا قطعه تاع الدجاج اولا سميتو من نضغطوا عليه باش ما تقطع عليناش العجين. هنا كذلك غنعمل معكم واحد الكرايه اخرى، ها اسرحوها رقيقه سنتي تقريبا في العجين. كنوضعوا الحشوه ديالنا، نسرحوها ونقادوها وكنقفلوا العجين ديالنا مزيان غير شويه، ما نكثروش العجين باش ما تجينا كتل العجين كثيره بزاف. كنقفلوا غير شويه ديال العجين وكنبسطوها على هذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا صافي. كنحاولوا كنقادوها وكنقلبوها وكنضغطوا عليها واحد شويه باش ما تجيناش العجينه متكتله لينا بزاف. وكنوضعوها في الصينيه كذلك بهذا الشكل هذا صافي. وكنسرحوا العجين ديالنا. كره اخرى غادي نسرحها بنفس الطريقه كما كتلاحظوا. العجين ديالنا كتكون خفيفه خفيفه بزاف وطريه، وكنستعينوا بقليل من الدقيق كما شاهدتوا في اول الفيديو انها ما كتكونش جاريه العجين عندنا بزاف، وما كتكونش في نفس الوقت قاصحه بزاف، كتكون لينه كندلكوها غير شويه وكتكون لينه وكتكون طريه وخفيفه بزاف. صافي كنحاولوا كنغلقوا العجين ديالنا بهذه الطريقه غير بالاطراف الاصابع وكنستعينوا بالدقيق. ما تخافوش منها راه ما كتحل حتى حاجه. وكنحاولوا كنقادوها ونبسطوها باش تعطينا هذاك الشكل الشكل الزوين ديالها صافي. المهم هنا في هذه الاثناء نحاولوا نكملوا الكميه كامله، غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي وغادي ارجع معكم ان شاء الله. صافي هنايا بعد ما كملت الكميه اللي عندي، عمرت الصينيه هذه خدات لي 4 جوج قطع اللي بقاو لي غنديرهم في صينيه اخرى، وغادي نديرهم تما بنفس الطريقه وغادي نعمرهم بالحشوه. كنجيبوا هنايا عندي واحد البيضه كامله مع قليل من الحليب، اولا يمكن لكم تستعملوا مع قليل من الخل. كندهنوا الفطائر ديالنا من بعد ما بسطناهم وعملناهم بهذا الشكل. الفرن كيكون عندنا ساخن صافي. هنايا كنجيبوا واحد العود خشبي اولا شوكه اولا اللي كنعملوا ثقوب باش الفطائر ديالنا اولا السندويتشات ديالنا ما ينتفخوش لينا ويطرطقوا لينا في الفران. هنايا اختياري الا بغيتو. هنا غادي نزين بقليل من الجبن، كما لكم تستعملوا نتوما اي تزيين بغيتو او اي حبوب بغيتو. انا فقط انها حشوه مالحه اخترت انني ندير هذا التزيين ديال الجبن. الفرن ما كياخذوش الطياب نهائيا في الفران، كندخلهم الفران كنخليهم. الا كان عندكم فرن كهربائي كتشعلوا لهم من الاعلى ومن الاسفل، الا كان فرن غازي كتشعلوا لهم من الاسفل حتى يدوز واحد 10 ديال الدقائق تقريبا، وكتشعلوا ليهم من الاعلى باش كياخذوا لينا اللون الذهبي. هانتوما كتشاهدوا من بعد ما كياخذوش نهائيا وقت طويل في الفران. غير تبعوا التعليمات ديال الطهي ديالهم. الا كان كما قلت لكم عندكم الفرن كهربائي غتشعلوا عليهم من الاعلى ومن الاسفل على نار متوسطه، ما كياخذوش الطياب نهائيا بزاف، لان العجينه عندنا خفيفه خفيفه بزاف ودغيا كطيب ودغيا كتوجد وما كيجوش منتفخين لينا. هانتوما كتشاهدوا طيبين من الاعلى ومن الاسفل محمرين زوينين وهشاشين. صافي انا هنايا طيبتهم في الفرن ديال الغاز، شعلت لهم 10 دقائق تقريبا حتى خداو لي اللون من الاسفل. من بعد شعلت ليهم من الاعلى تاخذوا اللون الذهبي فقط. كيجوا طايبين وخفافين. هانتوما كما كتشاهدوا الفطائر ديالنا شحال زوينين وخفافين، والعجينه ما غليظاش نهائيا لاننا سرحناها رقيقه وبواحد الحشوه اللي كتجي اقتصاديه وسهله وسريعه في نفس الوقت.
وبالمكونات ديالها اللي موجودين في نفس الوقت في كل بيت. يمكن لك تحضريهم للعشاء او للغداء او للقوتي للوليدات، علاش لا. شوفوا معايا العجينه ما شاء الله كيفاش هي خفيفه وطريه وبواحد الحشوه اللي اقتصاديه وزوينه وسهله. كنتمنى الفطائر يعجبوكم. هانتوما كتلاحظوا العجين رقيقه رقيقه بزاف وقطنيه وخفيفه وهشيشه. وما كتطلبش معنا مجهود كتير نهائيا. كتحضريهم في اخر لحظه وما كيستغرقوش الطياب في الفرن نهائيا. خصكم تاخذوا معاهم البال مزيان في الفران، ما تاخذوهمش ما تخليوهمش وقت طويل في الفرن. ما كياخذوش الوقت نهائيا طويل. كنتمنى الفطائر ديال اليوم فطائر مالحين سهلين وسريعين، كنتمنى يعجبوكم. اولا سندويتشات سميوه كيف ما بغيتو، ساهلين خفافين. هانتوما الطراوه ديالهم نعيا ما نشكر لكم فيهم، غير جربوهم. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تشجعوني باللايكات ديالكم بالتعاليق ديالكم. ولاول مره كيشوف القناه وعجبوا المحتوى اللي كنقدمه كنقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس او لا ابوني. وكنضرب لكم موعد الى وصفه قادمه ولا فيديو قادم ان شاء الله. وكنقول لكم السلام عليكم وخليتكم في امان الله.